انت كي تكون على بالك باللي الجزائر واحده وموحده، علاش راك خارج في باريس باش تنادي بوحده الجزائر؟ اذا كانت الجزائر وحده موحده وما كان حتى مشكل والعصافير تزقزق والسماء زرقاء، علاش راك خارج؟ علاش راكم مخرجين الانصار تاعكم يتنابحون ويتراقصون؟ كان غير نقصتوا علينا التبهدايل برك، لو كان قعدتوا في دياركم ماشي خير؟ هذا ما كان خاصنا. انا وغزالي طلقتوا النوار في منطقه القبائل درك، ما فهمتش واش دخل انا وغزالي لقط في النوار في تجمع على اساس من اجل الحديث على وحده الجزائر. ايضا وين انصار النظام هادو تربيه بيوت الرذيله هادو؟ والله ماني فاهمهم صراحه. انا الله غالب وعزيز عليا هذيك 2,381,000 كيلومتر مربع. تعرفوا باللي انا بن بلي في المنطقه، انا اقول نفس الكلام اللي قالوا بن بله. فيعني اذا كان هديه نقبلوها من طرف الاستعمار الفرنسي هي الحدود صراحه. والله ولد مراكش جابها في الصميم، انا اتفق معه 100%، لانه احمد بن بله مراكشي اصيل، هو الرؤساء الجزائر مراكشي. على كل حال هذا موضوع واحد اخر. تحية الجزائر من باريس يا جدك، خارجين في باريس. واللي يتبعني في اكس راه على بالو باللي راني درت لهم اشهار مليح على الكلام اللي كانوا يقولوا فيه، والناس اللي جابوهم يتكلموا. دوك نسمعكم شويه. دونك نتشوف نسمعوا، دونك تسمعوا الفضايح وتفهموا علاش القضيه، علاش صار حقد على النظام الجزائري اليوم في فرنسا. Financés par les fascistes, ils sont financés par les sionistes pour déstabiliser l'Algérie de l'intérieur. C'est le ver dans la pomme et nous les combattrons jusqu'à notre dernier souffle. Nous ne lâcherons rien par rapport à ça. تربية بيوت الرذيلة أنصار النظام الجزائري في باريس جابوا فرنسي باش يقول لك باللي، اسمعوا جيدا باش تعرفوا باللي أكبر داعم لحركة الماك، اسمعوني، أكبر داعم لحركة الماك هو النظام الجزائري. أكبر من يدعم حركة الماك اليوم في 2025 هو النظام الجزائري رقم واحد. الأصل أنه فرحات مهني يخرج يشكر النظام الجزائري ويشكر عبد المجيد تبون. مثل المغاربة لازم يشكروا عبد المجيد تبون أنه زاد ساعدهم، هو ولو أنه القضية تاعهم حلوها بدبلوماسيتهم بعملهم، لكن زاد لهم واحد الدفعة هك. نفس الشيء عبد المجيد تبون والنظام الجزائري شنقريحة والجماعة أكبر خادمين لحركة الماك. خرجوا مسيرة في قلب باريس في واحد السياق كارثي. اليوم تعرفوا ما حدث في أستراليا، الاعتداء هذاك السافر اللي حدث في أستراليا ضد اليهود. القضية تاع النظام الجزائري والعداء تاع اليهود معروفة. معناتها ما كانش وقت انك تخرج مسيرة في قلب باريس وتقول انه حركة الماك مدعومة من الصهاينة وانك انت راح تقضي على الصهاينة. تخيلوا، يرحم باباكم، أليس هذا أكبر دعم لحركة الماك؟ 8 مليون في فرنسا يقول لك هذه حركة الماك، النظام هذا اللي يهاجمها بالشكل السافر اللي يربطها مع الصهاينة، معناتها فيها معاداة للسامية، معناتها يقول لك الفرنسيين دعموا حركة الماك. وشوف اليوم اللي اختاروه باش يجيبوا الخطاب هذا الصهاينة. الآن على بالكم باللي الآن الربط هذا بين معاداة الصهيونية ومعاداة اليهود.
وفي يوم يعني العالم كله راه مركز على ما حدث في أستراليا والكارثة هذه. تخيلوا. زيد انت تظن توقفوا هنايا؟ لا 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 لا، اصبر تشوف. coloniale par l'occupation coloniale par la France de l'île comorienne de Mayotte. Et nous allons donner le micro à notre doyen, monsieur Moussa. Il est venu. صار النظام الجزائري قال لك حركة الماك 14 ديسمبر 2025 تعلن على استقلالها الأحادي بعد رفض مبدأ تقرير المصير. تربية بيوت الرذيلة قالوا واش نديروا في النهار هذا. نقولوا بأنه فرنسا قوة استعمارية في مايوت. إني والله هذا هو النهار باش دير لقطة كيما هذه. تما راك تدافع على مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها في مايوت. تعرفوا مايوت هادو يقدسون فرنسا تقديسا. اصلا ما يحبينش ينفصلوا على فرنسا، لانه هي لو ينفصلوا على فرنسا يروحوا مع جزر القمر اللي هي مزبله كبرى واللي هي دوله في الجامعه العربيه. دونك راكم على بالكم بلا ما نبداو نحكيو. دونك السكان تاع مايوت هم اصلا تعرفوا بانه الغاسومبلومون ناسيونال التجمع الوطني تاع مارين لو بان برئاسه جوردان بارديلا، لكن مارين لو بان هي الرمز، عندهم التمه شعبيه جارفه. مارين لو بان لما تروح المايوت هذه تقدس تقديسا، لانهم لا يريدون الانفصال على فرنسا وحابين يبقوا في فرنسا، على عكس منطقه القبائل اللي فيها تيار اللي يريد الاستقلال. ورانا نشوفوا في الوزن تاعهم صراحه اليوم، رغم أن السلطات الفرنسيه رضخت رضوخا سيئا جدا صراحه، وحاولت تتجنب ربما إعطاء بعض الصور تاع التهدئة أو غير ذلك في القضية هذه، أنها منعت التجمع الأصلي. لكن شوفوا مثلا أستنى تشوف دونك هذا التجمع الاحتياطي. يعني وشوفوا الزخم بلا ما نتكلم لكم على المسيره تاع الماك. هذو ماشي هذوك جمهوريه التيك توك، هذوك اللي حابين يديروا جمهوريه في الريف عندهم 10 عباد، واللي النظام الجزائري فتح لهم ممثليه رسميه. المغرب عمره ما افتتح ممثليه رسميه لحركه الماك باش نتفاهموا الى يومنا هذا، لا وجود لاي دعم رسمي. انت تحتضن يا اخي ممثليه تاع جمهوريه الريف في الجزائر على اساس راك تدافع على حقهم في تقرير المصير. هم خرجوا لك اللي حابين تقرير المصير، بصح هادو ماهمش جمهوريه تيك توك. وفرحة مهني ماهوش هذاك الكعبور هذاك اللي يخرج يدير لايفات في التيك توك، الرئيس الكعبور هذاك ما عرفش حتى كيفاش سموه، ننسى اسمه دائما. هذا راهو ماهوش كعبور، هذا راهو فرحة مهني. فرحة مهني عنده مسار طويل في الدفاع على حقوق الإنسان. في الثمانينات إنسان دخل للسجن. كيفاش سمو رئيس الكعبور هذاك تاع جمهورية التيك توك هذاك؟ نسيت كيفاش سمو. المهم نهار خرج قال لهم الجزائر لم تكن موجودة قبل 1962. جابوا الجزائر زعما باش يدافع عليهم، قال لهم انتم ما كانش قبل 1962. كعبور لا دين له مسكين. دونك هذا هو هذه هي الصورة. تسمى هنا راك عندك مشروع يأخذ زخم كبير وبشكل مستمر في فرنسا صراحة، في الطبقة السياسية الفرنسية، حتى الناس اللي لا يعني في الموضوع. هادي برك عندي عفوا نحي برك واحد سي بون هكا راني نشوف بيان كل شيء على ما يرام. الصوت والصورة يتلاقاو، ما كانش ديكالاج ولا. هل كل شيء على ما يرام؟
جود بيان، كلشي مليح. دونك قلت لكم انه الوضع اللي وصلنا ليه في هذه اللحظه هذا هو، معناتها حركه اخذت وزن كبير في السنوات الاخيره، حماقات متواصله ومستمره من النظام الجزائري. قلت لكم الان في الطبقه السياسيه الفرنسيه حتى من لا يدعمون رسميا حركه الماك بدا يصير عندهم اهتمام بالموضوع، اصلا صار موضوع يناقش بعد ما كان موضوع جد مجهري وهامشي. في منطقه القبائل ناس بدأت تيأس، بدأت تكره من الوضع هذا في الجزائر، بدأت تكره من الاستهداف تاع منطقة القبائل، بدأت تكره من العنصرية، بدأت تكره من النفي تاع الهوية الأمازيغية، وبدأت تكره حتى من الأسلوب الذي تحتقر به منطقة القبائل. تسمى النظام الجزائري صار يعامل هذه المنطقة باحتقار شديد. الاحتقار في ماذا مثلا؟